الخامس والأخير من حكم بغير ما أنزل الله تعالى، ومن حكم بغير ما أنزل الله تعالى كما قال سبحانه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وجاء في آية هم الظالمون، وجاء في ثالثة هم الفاسقون. أوصاف متعددة لموصوفين مختلفين على الصحيح من أقوال أهل العلم. ثم أوصاف متعددة كفار ظلمة فسقة، كلها أوصاف متعددة لموصوفين مختلفين، يعني بحسب ما يحمله على الحكم بغير ما أنزل الله، بحسب ما يحمله على الحكم بغير ما أنزل الله. فإن اعتقد أن حكمه مثل حكم الله تعالى، أن حكمه مثل حكم الله تعالى، يعني مساواة حكم غير الله بحكم الله، أو أنه أصلح وأنفع للناس، هذا كافر كفرا أكبر مرتدا عن الإسلام. وأما إذا لم يعتقد المثلية ولا الأصلحية فهذا يكون ظالما. وأما إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله أصلح وأنفع، وأن حكم غيره لا خير فيه، ولكن حكم بغيره لهوى وشهوة، فإنه يكون فاسقا. إذن ومن حكم بغير ما أنزل الله نقول هذا فيه تفصيل، قد يكون كافرا كفرا أكبر، وقد يكون كافرا كفرا أصغر. وأما قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الأصل فيه أنه الكفر الأكبر لأنه محلا بأل، وحينئذ باستقراء كلام الشرع أن الكفر إذا جاء محلا بأل فهو الكفر الأكبر. فالأصل في من حكم بغير ما أنزل الله أنه كافر كفرا أكبر، هذا هو الأصل. حينئذ يقال أنه كفر دون كفر فيما إذا كان في بعض المسائل التي حكم فيها بغير ما أنزل الله لشهوة في نفسه أو هوى. وأما إذا جعله تشريعا عاما فهذا لا يدخل في مسألتنا، بل هو داخل في الأول، أن من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه مثل حكم الله أو أنه أصلح وأنفع فهذا كافر كفرا أكبر. وفرق بين مسألتين، مسألة هي تشريع عام وبين حكم في بعض المسائل دون بعض. الأول لا يتأتى إلا النوع الأول، بمعنى أنه لم يعتقد أنه اعتقد المثلية أو أنه أصلح أو أنفع. فمن شرع تشريعا عاما فلا شك أنه داخل في هذا النوع، أنه يعتقد أنه أنفع وأصلح. وأما دعواه بلسانه أنه ليس بأنفع فغير مقبولة، لأن المرء أو الإنسان من حيث هو إنسان إذا فعل شيئا فالأصل فيه أن يكون ظاهره موافقا لباطنه. فإذا استبدل الشريعة بقوانين وضعية ونحوها حينئذ نقول أصلا أنه كافر كفر أكبر، ولا يتأتى الكفر أصغر بمثل هذه المسألة البتة، حينئذ يحمل على الأول. ولذلك نص الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه هنا يقول فنقول من لم يحكم بما أنزل الله استخفافا به أو احتقارا له أو اعتقادا أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق أو مثله فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة. ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجا يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق. إذن بمجرد فعلهم واستبدال الشريعة الإسلامية بشريعة أخرى نقول بمجرد الفعل دل على أنهم اعتقدوا أنها أنفع للناس وأنها أصلح. يقول رحمه الله إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية، أمر عقلي واضح حسي مدرك بالحس، أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. هذا أمر واضح بين، ولا يختلف أهل العلم السابقون على أن من استبدل الشرع بالشرع أنه لا يكون من أهل الإسلام في شيء. ولذلك قال في خاتمة كلامه وهناك فرق بين المسائل التي تعتبر تشريعا عاما والمسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله، لأن المسائل التي تعتبر تشريعا عاما لا يتأتى فيها التقسيم السابق، بل هو كفر أكبر مطلقا ليس فيه تفصيل، كفر أكبر وكفر دون كفر، وإنما هي من القسم الأول فقط، لأن هذا المشرع تشريعا يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كما سبقت إشارة إليه. إذن قوله من حكم بغير ما أنزل الله أراد به من كفر كفرا أكبر، وهو من بدل الشريعة بقوانين ونحوها
أو يكون قد حكم بغير ما أنزل الله في بعض المسائل معتقدا المثلية أو أنه أنفع ونحو ذلك. فأما ما يقال فيه أنه كفر دون كفر فليس في هذا البحث من شيء. والدليل قوله تعالى يعني على وجوب الكفر بالطاغوت والإيمان به، قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا إكراه في الدين يعني لا تكرهوا أحدا على الدخول في الإسلام. قد تبين الرشد من الغي يعني فإنه واضح بين ظاهر جلي، الإسلام واضح وهو حق، وإنما يراد منه أن يدخل فيه بإرادته واختياره. قد تبين الرشد من الحق، قد تبين الرشد من الغي، الغي هو الضلال أي تبين الحق من الباطل، والإيمان من الكفر، والهدى من الضلال. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هذا معنى لا إله إلا الله فقد استمسك. فمن يكفر بالطاغوت فيه لا إله ويؤمن بالله إلا الله فقد استمسك بالعروة الوثقى أي تمسك بالتوحيد فهو العروة الوثقى. وأمسك أي أخذ به وتعلق واعتصم. والعروة الوثقى قوية التي لا تنفك ولا تنفصل، عروة موضع شد اليد، والوثقى تأنيث الأوثق وهي القوية التي لا تنفك. ثم قال المصنف هذا معنى لا إله إلا الله، يعني ما في الآية فيها نفي وإثبات وهو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام، رأس الأمر أي الدين الإسلام، وعموده الصلاة، هذا فيه عظم شأن الصلاة وأنها من الدين بهذا المكان العظيم، وهو أن مكانها من الدين مكان العمود من الفسطاط. وذروة سنامه، ذروة وذروة وذروة مثلث الذال، ذروة الشيء أعلاه، وذروة البعير سنامه وهو أعلاه وأرفعه. الجهاد في سبيل الله دل على أن الجهاد أعلى شيء في الدين لأنه بذل للنفس. حديث أخرجه أحمد بن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح. هل يحكم على من بدل حكم الله بالقوانين الوضعية بالكفر عين؟ نعم كفروا عينا ما في بأس، شمال الله كفرهم ونحن. قالوا من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، هذا نفي للإمام الأصلي، لا يؤمنون حتى يحكموه، ما حكموا الشرع. كيف نقول مسلمون؟ هل هذه العبارة كل طاغوت كافر؟ طاغوت ايش المراد به؟ لو قال كل طاغوت كفر قلنا صحيح، لكن كافر حكم عليه لا. قد نعبر إذا حذفنا القيد وهو راض، إذا حذفنا القيد دخل عيسى عليه السلام، فعيسى باعتبار عابده طاغوت لا شك في ذلك، باعتبار عابده طاغوت، لأن الطاغوت ما هو؟ حينئذ إذا صرف العبادة لغير الله قل هذا اتخذه معبودا والمعبود طاغوت، هذا المراد. فمن يكفر بالطاغوت إذا نكفر بكون العبادة مصروفة لعيسى عليه السلام أو لمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن نقول كل طاغوت كافر بإزالة هذا القيد هذا فيه نظر. أما إذا أبقيته وهو راض نعم يصح العبارة كل طاغوت كافر. إذا حكم بغير ما أنزل الله في كل أمور سواء قوانين سورة الطلاق الزواج هل يكون كافر؟ يا أخوان من سن قانونا واحدا تشريعا عاما للمسلمين وألزمهم بالتحاكم إليه فهو مرتد. قانون واحد قال ما في قط سرقة في 3 أشهر خرج، هي ما في بأس. قانون واحد، فرق بين تشريع سن قانون وبين أن يحكم بغير ما أنزل. لو قاضي جاء ابن عمه مشاه ما نبقى يده، والبقية ألزمهم بالحكم، هذا نقول حكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر. لكن إذا سن قانون وجعله قانون عام دولة كلها ما فيش كلهم يتحاكموا لهذا